السلام عليكم. هنعمل طاجن سريع كده في الفرن بالخضار مع اوراق الفراخ. هنقطع البطاطس والكوسه زي ما انتم شايفين كده مع بصل شرايح وفصوص من الثوم وفلفل رومي او فلفل الوان حسب المتاح عندنا. هنقلبهم كده مع بعض، وبعدين في طبق تاني بصلايه كبيره مبشوره مع 3 طماطميات كبار مبشورين برضو، ونحط عليهم ملح وفلفل وبهارات مشكله او حسب الذوق. هنقلبهم بقى مع بعض كده زي ما انتم شايفين، وسلام لو بايدينا بيفرق جدا في الطعم لما بنفرك البصل مع الطماطم كده، بيدينا طعم جميل قوي. نرجع بقى للخضار بتاعنا، هنرش عليه شويه ملح وفلفل كده نطعمه كويس، وهننزل بقى بالفراخ بتاعتنا حسب القطعيه اللي نفضلها، فرخه كامله متقطعه على 8 او صدور او اوراق زي ما نحب. هننزل بالتتبيله الجميله بقى بتاعتنا، هتتبل لنا الفراخ وهتتبل لنا الخضار كمان، ويبقى طعمه جميل جدا. هنغطيه كويس وندخله الفرن على حرارة عالية، الرف اللي قبل الأخير كده، حوالي نص ساعة ساعة الا تلت هتكون مستوية معانا وجميلة جدا. هنشيل الغطا وندخلها تاني تحت الشواية تتحمر وتطلع باللون الجميل ده. وصفة سهلة ولذيذة وسريعة جدا، هتعجبكم ان شاء الله، جربوها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.